جوزي نزل الشغل وما سابليش مصروف، وقال ايه، سايب لي ورقة وكاتب لي عليها انا عايز اكل النهاردة بانيه. قلت بانيه؟ يبقى ما فيش غير حل واحد، هو بانيه الغلابة. طيب يا بنتي يلا فكري، وهتعملي ايه بقى بال20 جنيه؟ هتأكليه ايه؟ بانيه الغلابة. طب يلا، قمت جاي قايمة لابسة ونزلت كده على السوق، وقلت بقى ايه، لازم النهارده اعمل له احلى بانيه. احلى بانيه. وكان عندي عيش بصراحه كده في الفريزر، وكان عندي الخضره وعندي الدقيق، والحمد لله، وعاملاه كمان من غير بيض ومن غير اي حاجه. ايوه، هو ده بانيه الغلابه يا جماعه. 2 قرنبيط زي ما انتم شايفين كده، صغننين مقطقطين. عايزه اقول لكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اكلوا 6 افراد. فاهمين يعني ايه 6 افراد؟ و6 افراد كبار، مش اطفال صغيرين، لا، شباب وكبار وكل حاجه، يعني ما شاء الله ما شاء الله. بصوا، مسكت القرنبيط بتاعي، قطعته زي ما انتم شايفين، وبدات ان انا جبت حله على النار، نزلت بمعلقه ملح وكمان معلقه كمون كبيره، والميه بدات تغلي، نزلت ايه القرنبيط بتاعي كله، واغطي عليه واسيبه لغايه ما يبقى 3/4 سوا على نار هاديه خالص. ولما بدأ ان هو يستوي معايا، بدأت ان انا اشيله، صفيته كده بالمصفى زي ما انتوا شايفين، او بالمقصوصة زي ما انتوا بتقولوا، وبدأت ان انا اشيله كده من المية المغلية بتاعتي. مين وصل معايا لغاية دلوقتي ونسى يحطي لي اللايك؟ اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو يا جماعة. يلا بينا بقى، هنجيب حوالي 1.5 كوباية من الدقيق تقريبا، وهنحط عليهم معلقتين من النشا، وهننزل بقى بهاراتنا وحاجتنا بقى اللي بنحبها كلها، طبعا بالإضافة للملح والفلفل الأسمر والكمون والشطة، ودي حاجات أساسية. معلقة كبيرة بقى من بهارات الفراخ، شوية كده من بودرة الزعفران، بصل بودر، توم بودر، جنزبيل، كمان شوية كده من البابريكا. وانزلي بقى بشوية مية، وقلبي كل المكونات دي مع بعضها. مش هنستخدم بيض ولا هنستخدم لبن ولا اي حاجة يا جماعة، مش مكلفة، وهتطلع معاكي مقرمشة وزي الفل. ونزلت كده بقرن فلفل اخضر مقطعاه ناعم، ونزلت كده عليه، وجبت القرنبيط بتاعي بعد ما برد، بدأت ان انا اقطعه بالشكل ده. لو انت عايزة انك تهرسيه وتخليه ناعم خالص براحتك، انا قلت لا، انا هقطعه بالسكينة بالشكل ده. كنت الاول بهرسه بالهراسه، كان بيطلع معايا ناعم خالص، فقلت خلاص اقطعه، ولما قطعته حسيت ان هو خشن. قلت طيب خلاص، بعد ما نزلت عليه الخليط وقلبته، قلت هنزل كده بالهراسه، يعني ايه، اضغط عليه كام ضغطه كده، هيبقى متوسط، ولا منه خشن ولا منه ناعم. وطاس على النار، وهنزل بكميه زيت يعني هتكون ولا قليله ولا غزيره، وتسخن. هنزل بمعلقه نشا، هتديكي سر القرمشة بتاعة البانيه. البانيه اللي هو الايه، بانيه القرنبيط. تمام. الوصفة دي هتعجب جوزك واولادك، وبصي اي حد هتعملها له، حتى لو ضيفه جاي عندك وهيتغدى عندك، اعملها له، صدقيني والله جميلة وتحفة، ومش مكلفة ابدا ابدا ابدا. كل بهاراتنا موجودة في البيت، والدقيق دايما عندنا في البيت، والزيت طبعا، ولا فيها بيض بقى ولا فيها اي حاجة، غير مكلفة بالمرة. وجنبها بقى خيار مخلل، عندك ربطة جرجير وعيش، واتغدوا واتبسطوا، وهتبقى منك كمان للعشاء. طبعا انت شايفة النار عالية وبتاخد لون ذهبي، اوعي تهدي النار، لو هديت النار هيشرب معاكي زيت، واول ما بياخد اللون الذهبي ابدأي انك تقلبيه، ولما ياخد برضو على الناحية التانية يكون لونه ذهبي كده، صفيه جدا جدا من المصفى، وابدأي انك تطلعيه على مناديل. وبعد كده تبدأي انك ترصيه بالشكل ده، والله هيعمل معاكي كمية مهولة. بصي انت ممكن بقى ايه، تحمري اول باول للي هياكل، عشان يبقى القرنبيط كده سخن ويبقى جميل. يعني متعملوش وتركنيه كده على جنب، احنا كلنا كنا هناكل، فحمرت القرنبيط كله. عايزه اقولك كان طالع تحفه، مفيش بقى تسلم ايديكي في الكومنتات ولا ايه؟